مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي. اليوم رح اعمل وصفه للفطور، هي وصفه فرنسيه. رح تلاحظوا هاي الفتره اني انا رح اركز على وصفات الفطور لانه هلا عطله صيف والاولاد بيصحوا يعني جعبالهم اشي حلو يفطروا عليه. فاليوم رح نعمل كريب. الكريب طبعا هو عباره عن عجينه تشبه عجينه البانكيكس بس على اطرى شوي. رح اعملها، رح اعجنها ورح احطها بالثلاجه ترتاح لمده ساعتين. هاي الخطوه ضروريه عشان ما تتشقق مع العجينه اثناء صبها. بالنسبه لمقادير عجينه الكريب، في عندي 3/4 كوب طحين متعدد الاستعمالات. رح اخذ معلقه كبيره سكر، هاي للمقادير الجافه. المقادير السائله في عندي هون معلقه ونص كبار رح استخدم عصير برتقال، بيضتين، 3/4 كوب حليب كامل الدسم، ربع معلقه صغيره فانيلا، وفي عندي هون معلقتين ونص كبار زبده مسيحه. انا بحب اسيحها بالمايكروويف، بغطيها بقطعه واكس بيبر او بيكنج بيبر عشان ما تبهدل لي الميكروويف، لانها لما تسيح مرات بتصير تطير على سطح الميكروويف. بغطيها بهاي قطعه الواكس بيبر وبحطها بالميكروويف تقريبا 60 ثانيه يعني دقيقه لحد ما تسيح. بتركها تبرد وبعد هيك بستعملها. اول خطوه راح اضيف معلقه كبيره سكر على الطحين. راح اضيف المقادير السائله على الحليب مع بعض. راح اضيف قلنا معلقه كبيره ونص عصير برتقال. نص المعلقه الكبيره عباره عن معلقه صغيره ونص، يعني كل 3 معالق صغار عباره عن معلقه كبيره. معلقه صغيره ونص. فيكم تستخدموا عصير معلب، مش ضروري يكون طازج. معي كمان ربع معلقه صغيره فانيلا. راح اضيف البيضتين. إذا بتحبوا تفصلوهم بصحن تاني بتضيفوهم بعد هيك عشان تضمن انه ما ينزل القشر. راح اخلطهم شوي بمضرب شبك بس عشان يتجانسوا مع بعض، البيض والحليب وعصير البرتقال. ما بدي اخفقهم، بس مجرد تحريك. راح اضيف المقادير الجافه اللي هي الطحين والسكر. راح اضيف عليهم المقادير السائله كلها مع بعض، كمان الزبده السايحه. راح اخلطهم بالخلاط لمده دقيقتين لحد ما يتجانسوا. ما بدي ادخل عليهم هواء، بس الفكره انه احركهم مع بعض. بعد مرور دقيقتين على خلط الخليط راح يكون شكله بهذا الشكل. عادي انه يكون فيه كتل. راح اصفيه انا هون عندي. هلا بغطي هذا الخليط وبحطه بالثلاجه يرتاح على الاقل ساعتين. ممكن تعملوها بالليل وتصبوها الصبح ثاني يوم. العمل الكريبس رح احتاج لقلاية بهذا الحجم او اصغر شوي. رح احميها على نار متوسطة لما تحمى مزبوط. رح استخدم زيت رش. اذا بتحبوا تستخدموا ممكن فوطة قطن مثل هاي او ورق مطبخ وتبلوها زيت وتمسحوها. انا رح استخدم هون الزيت الرش بعد ما حميت القلاية كويس عندي. طبعا عجينة الكريب طلعتها من الثلاجة بعد ما مر عليها حوالي ساعتين في الثلاجة، ارتاحت فيهم. رح استخدم مكيال لصب العجينة تقريبا ربع كوب. رح احركها شوي بالاول. طبعا مهم انه القلاية تكون حامية مزبوط. ورح احتاج كمان معلقة مسطحة بهذا الشكل عشان اقلب الكريبس. رح اقطع ورق مطبخ بهاي الطريقة عشان احط بين طبقات الكريب عشان ما يلزقوا ببعض. بمسك القلاية بعيد عن النار، بصب فيها تقريبا ربع كوب. بحرك بهاي الطريقة عشان تتوزع العجينة على كل القلاية. برجعها على النار وبتركها من دقيقة لدقيقتين.
بختبر عجينة الكريب من الطرف بهي الصورة. أول شي لازم تحمر الأطراف عندي هون، تشقر يعني مش تحمر، تاخد لون ذهبي. لسه بدها شوي. احمر قاع عجينة الكريب عندي. راح احاول اضغط عليها من الجهة الثانية عشان ما تطلع فقاعات، وبتركها برضو لما تاخد لون هيك اشقر من الناحية الثانية، ساعتها بتكون جاهزة. اول حبة طلعت عندي هيك صارت جاهزة. هلا برجع بكرر نفس الخطوة، برش القلاية شوية زيت، بشيلها عن النار، بضيف تقريبا ربع كوب، وبحرك بهاي الطريقة عشان تتوزع العجينة على كل القلاية، بتعطيني شكل مدور. وبرجعها على النار. الكريب صاروا عندنا جاهزين. الكمية هاي عملت تقريبا 7 حبات. في أكثر من طريقة لتقديمهم، ممكن تقدموهم مع فواكه، ممكن تزينوهم بكريمة، كريمة مخفوقة طبعا مع سكر، تحطوا عليهم صوص شوكولاتة، ممكن تحطوهم مثل ما هم هيك بس تقلبوهم على شكل مثلث بهاي الطريقة، وترشوا عليهم سكر ناعم وتحطوا عليهم صوص شوكولاتة، أو ممكن مع بوظة، أو ممكن مع عسل أو ميبل سيرب، مثل ما بتحبوا. في أكثر من طريقة. إحنا عندنا هون بالبيت بحبوا يحطوا فيهم بالنص موزة بهاي الطريقة، ويرشوا كريمة مخفوقة، ويحطوا عليها صوص شوكولاتة. صوص شوكولاتة هاي أنا عملتها بالبيت طبعا، فيكم تشتروها جاهزة معلبة. بلفوها الأولاد بهاي الطريقة، بياكلوها مثل السندويشة. كلوها مثل ما بتحبوا. صحتين وعافية، وبشوفكم فيديو قادم. مع السلامة.